صباح الخير عليكم يا حبايبي، واهلا بكم في فيديو جديد. النهارده هنعمل مع بعض صينيه الفراخ بالتتبيله اللي انتوا هتشوفوها. وعملت هنا رز حبه وحبه، ودي ملوخيه. قبل ما نبتدي نشوف الفيديو، اللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل الجرس عشان يوصله كل جديد، ويعمل الفيديو لايك. يلا بينا نشوف الفيديو. هنا معايا فرختين غسلهم كويس جدا. شوفها متبلها ازاي وبايه. هنا معايا بصلايه مقطعه قطع صغيره زي ما انتم شايفين كده، ومعايا قرنين فلفل حار، ومعايا هنا طماطم. الطماطم ديت انا مش ضربها في الخلاط، ده عاملاها بالمبشره، بشرها زي ما انتم شايفين كده اهي. ومعايا هنا خل، ومعايا التوابل. هنا ملح وبابريكا وفلفل اسود وبهارات، ومعلقه توم مفرومه، من كل نوع معلقه. بس هنا طبعا معلقه كبيره الملح، والملح طبعا حسب ما احنا نحيق الاكل بتاعنا. معلقه توم مفروم، فلفل اسود، بهارات، بابريكا، ملح. جيب طبق، فض الفلفل والبصل والتوابل. الطماطم، وناخد كده قد معلقتين خل. بس كده. جيب الفراخ، اللي عايزه تحط معلقتين الخل تحطهم، واللي مش حابه خل على الفراخ خلاص براحتها. انا كده التتبيله اهي كده. هدعك الفراخ كويس جدا بالتتبيله وارجع لكم تاني. كده انا دعكت الفراخ في التتبيله كويس جدا بايدي، طبعا مسكتها قطعه قطعه بايدي ودعكتها كويس، وزي ما انتم شايفين كده هحطها على شبكه في التلاجة لمده 3 ساعات، ونرجع نشوف هنعمل فيها ايه. هرجع لكم بعد 3 ساعات. ورجعت لكم تاني. انا هجيب صينيه هرص فيها الفراخ وارجع لكم تاني نشوف هنعمل ايه. كده انا رصيتها في الصينيه زي ما انتم شايفين، بس قبل ما ارصها في الصينيه خدت من التتبيله ديت وفردت شويه كده في الصينيه من تحت، ورصيت على الفراخ. ما حطيتش الفراخ كده في الصينيه على طول، لما فردت تحتها خدت معلقتين 3 وفردتهم في الصينيه، والباقي دوت هنحطه كده على وش الصينيه من فوق اهي. اهو كده انا داخل الصينيه ديت في الفرن. وعلى ما داخل الصينيه في الفرن هنشوف هنعمل ايه. هنعمل رز حبه وحبه. انا ما عملتش معاكم الرز حبه وحبه، هعمله معاكم جنب صينيه الفراخ.
كده ما حطيتلهاش زيت ولا سمنه ولا حاجه زي ما انتوا شفتوا. انا سايبه طبعا الجلد بتاع الفراخ فيها، وكل الدهون اللي في الفراخ هتنزل في الصينيه، وهتطعمها تخليها طعمها حلو. يعني مش محتاجه سمنه ولا زيت ولا اي حاجه. يلا انا هحطها في الفرن. هنا انا غسلت الرز وصفيته كويس وحطيته كده على النار. حطيت معلقتين سمنه بلدي زي ما انتم شايفين اهي. هحط قد معلقه زيت علشان الزيت بيدي لمعه على الرز. الزيت ده بحطاه مش عشان الطعم، عشان بس يبقى مفلفل كويس جدا، ما يبقاش لازق في بعض الرز ويبقى بيلمع. اخلي الرز ياخد اللون الذهبي وارجع له تاني. انا حاطه نص الكميه بس الرز اللي معايا، ونص تاني غسلاه ومصفياه مخليه في الطبق. احمر ده وارجع لكم تاني. الرز خد اللون ده زي ما انتم شايفينه، بقى لونه اصفر اهو. هنزل عليه بالرز اللي معايا التاني اهو. نقلبهم بس 5 دقايق كده. هقلبهم 5 دقايق وازيهم بالشوربه. الشوربه طبعا اللي عندي شوربه لحمه ومتبله فيها كل التوابل. نسوي الرز وارجع لكم تاني. كده انا حطيت الشوربه على الرز زي ما انتم شايفين كده. هياخد غلوه بس واوطي عليه. احطه على اصغر عين عندي على البوتاجاز واوطي عليه العين خالص لغايه ما يستوي. لما يستوي نرجع له بعد كده نشوف. كده خلاص انا طلعت صينيه الفراخ من الفرن زي ما انتم شايفين كده. شايفين الجمال والحلاوه. عملت جنبها ملوخيه خضراء شايفين، وهنا الرز الحبه وحبه زي ما انتم شفتوا انا عملته ازاي اهو. الملوخيه شايفين الجمال بتاع الملوخيه. طبعا الفراخ طعمها حلو جدا وجميله جدا وريحتها جميله، وجربوها بالتتبيله اللي انا تبلتها بيها وهتعجبكم جدا. واتمنى يكون الفيديو عجبكم. باي باي.